عمرك وقفتي وسألتي نفسك ليه العلاقات دلوقتي بقت بتفشل بسرعة؟ زمان كان في ارتباطات بتستمر سنين طويلة رغم ان الظروف كانت صعبة. بس دلوقتي مع كل التكنولوجيا والانفتاح اللي موجود بنشوف علاقات بتبدأ بحماس شديد قوي وفجأة بتنتهي من غير حتى سبب واضح. في الفيديو ده هشارك معاكم 5 أسباب محدش بيقولها عن ليه العلاقات في الزمن ده بتفشل بسرعة. تابعوا معايا للنهاية عشان السبب الخامس هو الأخطر. أول سبب هو ثقافة السرعة. كل حاجة في حياتنا دلوقتي بقت بسرعة. عايز معلومة بتجيبها من على النت بسرعة، عايز تكلم حد من اصحابك حالا تفتح ماسنجر او واتساب او اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وتبدأ تقوله اللي انت عاوزه. احنا عايشين في زمن كل حاجة فيه سريعة، حتى الاكل سريع، الشغل سريع، المواصلات والتواصل بقى مفيش اسرع منه. ده بقى انعكس على العلاقات، بقينا متعودين ناخد كل حاجة بسرعة. فلما العلاقة تاخد وقتها الطبيعي عشان تكبر وتنضج بنحس ان في مشكلة. النتيجة في الاخر ان الملل بيظهر بسرعة والناس تبدأ تدور على حاجة جديدة. السبب التاني بقى هي المقارنة المستمرة. السوشيال ميديا عملت كارثة، بقينا بنشوف علاقات غيرنا طول الوقت عن طريق صورة رومانسية على ابليكيشن، عن طريق بوست ان اصحابنا سافروا، حد منزل هدية شريكه جابها له. المشكلة ان دي مجرد لقطة من حياتهم، دي مش حياتهم الحقيقية. اكيد مش كل حياتهم فرح وهنا وسعادة وسفر وهدايا واحضان، اكيد مليانة خيبات امل كتير. بس احنا عارفين محدش فينا بيصور خيبته. لكن لما بنقارن ده بحياتنا العادية بنحس ان احنا اقل، او ان شريك حياتنا مش بيقدرنا كفاية. فايه اللي بيحصل بعدها يا حلوين؟ طبعا بنحس بعدم الرضا وان العلاقات انهار. السبب التالت ده بقى ركزوا معايا فيه قوي، فقدان مهارة الحوار. وعلى فكرة ثقافة إدارة الحوار دي مش بنحتاجها بس في السلم، كمان بنحتاجها في الحرب اللي بتتسمى في المشاكل الزوجية خناقات بهارات، زي ما بيقولوا كده ملح بيوازن الحياة. طب احنا في حالة الحرب دي لو معرفناش نتكلم مع بعض كل واحد فينا هيبقى ماسك سلاح للتاني وواقف مستنيله على غلطة. دلوقتي بقى التواصل برسالة مختصرة أو ردود سريعة. مع الوقت فقدنا القدرة على إننا نتكلم بصدق، نفهم بعض ونعبر عن مشاعرنا. فجأة بقت الخلافات الصغيرة بتكبر، ولما بنيجي نحلها ما بنبقاش عارفين نتفاهم، زي ما يكون كل واحد فينا على بقه بلاستر جواه أفكار ودوافع وعواطف كتيرة، بس ما بقاش قادر يعبر عنها. هو خلاص ما بقاش يتعود على ده، بقى مجرد موشن او مجرد كوميكس، اي حاجة هو بيكلم صاحبه او بيكلم قريبه خلاص عبرت هو عايز يقول ايه. انما ثقافة ان احنا ندور في مخنا على طريقة نوصف بيها اللي جوانا دي ما عادتش موجودة خالص. السبب الرابع بقى توقعات غير واقعية. الأفلام والمسلسلات والروايات عملت صورة مثالية للحب،
طلعت الشريك لازم يبقى كامل في كل حاجة، رومانسية طول الوقت، بيحب مراته وبيته وولاده، او بيحب حبيبته ودايما بيطاوعها وكأنه ملاك، يعني مفيش فيه اي غلطة. والراجل اللي في الافلام ده مش بيعمل اي خناقات، لا هو مولود كده ملاك بجناحين. الحقيقة ان اي علاقة فيها تحديات، فيها مجهود، فلما اول مشكلة صغيرة تحصل بدل ما نواجهها بنفتكر ان العلاقة فاشلة ونسيبها بسرعة. اخر بقى سبب معانا واهم سبب، الخوف من الالتزام، ودي من اكتر الاسباب اللي محدش بيتكلم عنها. السبب الخامس بقى هو الخوف من الالتزام، ودي من اكتر الاسباب اللي محدش بيتكلم عنها. جيلنا بقى عنده رعب من كلمة ارتباط طويل او مسؤولية. ليه بقى؟ لاننا شايفين حوالينا نسب الطلاق عالية جدا، تجارب فاشلة وناس اتأذت. فاللي بيحصل دلوقتي ان اول ما العلاقة تبقى جدية شوية واحد من الطرفين بيهرب. الخوف من الالتزام بيخلي ناس كتير ينهوا العلاقة قبل ما تبدأ فعليا. الخلاصة ان العلاقات دلوقتي بتفشل بسرعة، مش بس عشان الناس وحشة ومفيش حب وبلا بلا بلا، لكن لاننا محتاجين وعي اكتر وفهم اعمق لنفسنا وللطرف التاني. لو قدرنا نسلو داون شوية ونوقف مقارنة ونتعلم ازاي نتكلم بصدق ونبقى واقعيين، العلاقات هتكون ليها فرصة انها تنجح اكتر بكتير من دلوقتي. قولولي في التعليقات ايه اكتر سبب من ال5 حسيتوه فعلا في حياتكم او شفتوه حواليكم. متنسوش تدعموا الفيديو بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، والفيديو الجاي ان شاء الله.